المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية عطرة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. نستهل كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إرساء مشروع مياه في منطقة عد حديد. جهود تقوية وتعزيز قدرات وأداء الطلاب في الإقليم الجنوبي. دورة تدريبية لمنتسبي الشرطة الجدد. الرئيس الروسي يعول على استمرار المحادثات مع أوكرانيا. تايلاندا تسلط الضوء على أضرار الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا. وثوران بركان جبل والرماد في إندونيسيا يرتفع 10 كيلومترات. أهلا بكم. بدأ مشروع مياه الشرب الصالحة الذي أرسي في قرية عد حديد مديرية سجنيتي بتكلفة بلغت حوالي 2.5 مليون نقفة، وقد بدأ المشروع في تقديم خدمات جيدة. يضم مشروع المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية 7 نقاط توزيع ويسهم بفعالية في حل مشكلة مياه المنطقة. وذكر السكان والمسؤولون أن مصاعب المياه كانت تحديا كبيرا في حياتهم، معربين عن ارتياحهم لانتهاء المشكلة. يساهم برنامج التعليم الصيفي بين الأقران الذي يتم تقديمه لطلاب المدارس الابتدائية من الأول من يونيو إلى 24 من أغسطس بشكل كبير في تعزيز أداء الطلاب. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو، أوضح بأن 380 معلما يقومون بتدريس 10,200 طالب في 12 مديرية، مضيفا أن البرنامج يقدم لطلاب المدارس الابتدائية والمراحل التعليمية الأخرى. وقال إن التعليم بين الأقران هو برنامج يتم من خلاله تقوية القدرات الأكاديمية للطلبة وتعزيز روح التعاون وتدريب الطلبة على مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق النجاح. ينظم البرنامج بالتعاون بين مكتب وقيادة الأركان العامة بوزارة الدفاع والمكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ويقدم فيه طلاب المدارس الثانوية والكليات المساعدة الأكاديمية لإخوتهم الصغار في الإقليم الجنوبي. شهد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دقة محلية تقديم تدريب ل20 عضوا من أعضاء الشرطة الجدد حول عمليات شرطية في الفترة من 2 يونيو إلى 3 يوليو 2025. تلقى المتدربون أكثر من 240 ساعة من التدريب الذي تضمن مقدمة عن أهداف الشرطة ووظائفها وبنيتها وتنظيمها وأنشطة مراكز الشرطة والأمن أيضا، والتحقيق في الجرائم والأخلاق والقانون والمرور والتربية الوطنية وإعداد التقارير والعلاقات العامة وغيرها. وأوضح مسؤول قسم التعليم لدى الشرطة الإريترية في المركز الرائد عن دوم محارف مراسم التخريج التي جرت في 31 من يوليو، أوضح متابعة المتدربين التدريب باهتمام كبير. وقدمت في حفل التخريج الشهادات على المتدربين وجوائز تشجيعية على المتفوقين. تبرع موظفو المؤسسات الحكومية التي تقع بالإقليم الأوسط ب276 وحدة دم لإنقاذ الحياة التي لا يمكن تعويضها بالدم الذي يعوض. وشارك في البرنامج التطوعي الذي يقيم يومي 31 من يونيو والأول من أغسطس منتسبو القوات الجوية وشركة بالدهول للإنشاءات وموظفو مكتب وزارة الدفاع. وذكر المدير العام لشركة بالدهول للإنشاءات السيد أنغسوم كتما أن التبرع بالدم كان جماعيا وعلى مستوى الشركة، حيث تقوم الموظفات بالتبرع 3 مرات سنويا، فيما يتبرع الرجال 4 مرات، وهو الفارق الزمني الصحي. وحث عضو الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم من شركة بالدهول للإنشاءات السيد برهي المجتمع على زيادة مشاركتهم في تلبية احتياجات بنك الدم الوطني للمساهمة في الأعمال الإنسانية الرامية إلى إنقاذ من يحتاج إلى رعاية طبية طارئة اعتمادا على الدم المتبرع به.
وأوصى أعضاء شركة بالدول الإنشاءات الذين تبرعوا بالدم المواطنين على أن يحذوا حذوهم على نطاق منظم. ذكر الطلاب والمشرفون على العمل في مديرية فورتساوا أن الفوائد الدقيقة للحملة التنموية الصيفية للطلاب تفوق الفوائد المادية. وأوضح أحد المعلمين المشرفين الأستاذ ولد أب أربد أن الطلاب يعملون بحماس كبير في أنشطة الحفاظ على المياه والتربة، حيث تتاح لهم الفرصة لتعزيز حبهم والاحترام المتبادل واكتساب الخبرة العملية. وفي غضون ذلك تم تقديم محاضرة للطلاب المشاركين تركزت حول أهمية التعليم في بناء الوطن وفوائد الحملة التنموية الصيفية للطلاب من قبل مسؤولين وخبراء في القطاع التنموي. وأضاف المشاركون أن المشاركة في الحملة منحتهم الرضا التام، معتبرين المحاضرة بمثابة فائدة إضافية. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة، مشيرا إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا بشكل عام. وقال بوتين إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم. وأكد أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام. وأوضح بأن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى توقعات مبالغ فيها، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الأوروبي الشامل. وعلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين بالقول إن أوكرانيا مستعدة لاجتماع القادة، وتتصاعد حدة الضغوط الدولية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى القوى الكبرى إلى إيجاد مسارات سريعة تضع حدا للنزاع الذي بات يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، ويعيد رسم خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية. أفادت الأنباء بأن تايلاند سلطت الضوء على الأضرار التي لحقت بها في جولة الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع كمبوديا. وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين اشتباكات في سياق النزاع الحدودي الطويل الأمد بين البلدين، وتسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية للجانبين. يتركز النزاع حول أحقية المطالبة بالمعابد الهندوسية القديمة الواقعة على طول الحدود المشتركة، وتعتبر ذات أهمية تاريخية ودينية للبلدين. واتفق البلدان على وقف إطلاق النار، ولكن لا يزال هناك توتر مستمر بسبب النزاع الحدودي والمطالبات المتنافسة. أعلنت هيئة المسح البركاني في إندونيسيا أن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة إستينوسا تينغارا ثار الجمعة، ما أدى إلى وقذف عمود من الرماد بلغ ارتفاعه أكثر من 10 كيلومترات. وأثار البركان عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ثوران في أوائل يوليو أدى إلى قذف رماد بركاني بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا، وتسبب في اضطرابات في الرحلات الجوية المتجهة من جزيرة بالي السياحية القريبة وإليها. ودعت هيئة المسح البركاني السكان إلى إخلاء منطقة تبعد من 6 إلى 7 كيلومترات عن فوهة البركان، وإلى توخي الحذر من مخاطر التدفق الطيني حال هطول أمطار غزيرة. وأظهرت صور نشرتها الهيئة مشهدا دراميا للبرق البركاني وهو يلمع فوق البركان، وعمود الرماد الذي يعكس اللون الأحمر للحمم البركانية المتدفقة أسفل سفوح الجبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت جامعة
ويت واتر سراند في جنوب أفريقيا بالتعاون مع خبراء في الطاقة النووية وجهات معنية بالحفاظ على الحياة البرية مشروعا رائدا لمكافحة الصيد غير المشروع من خلال حقن قرون وحيد القرن بنظائر مشعة غير ضارة يمكن رصدها عبر أجهزة الكشف في المطارات والمعابر الحدودية. المبادرة التي تحمل اسم مشروع رايزوتوب تهدف إلى جعل قرون وحيد القرن قابلة للاستكشاف بسهولة أثناء محاولات تهريبها، وذلك دون أن تعرض الحيوان لأي ضرر صحي. وقال كبير العلماء في المشروع إن اختبارات المرحلة التجريبية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك العلمي أن العملية آمنة تماما وفعالة في جعل القرون قابلة للكشف بواسطة أنظمة النظائر المشعة في الجمارك الدولي. وذكر بأن قرون وحيد القرن المحقونة يمكن اكتشافها حتى داخل حاويات شحن بطول 40 قدما، كما أن مستويات الإشعاع المستخدمة منخفضة بما يكفي لضمان سلامة الحيوان، لكنها كافية لتحفيز أجهزة الإنذار في نقاط التفتيش. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بأهم ما جاء فيها. إرساء مشروع مياه في منطقة عد حديد. جهود لتقوية وتعزيز قدرات وأداء الطلاب في الإقليم الجنوبي. دورة تدريبية لمنتسبي الشرطة الجدد. الرئيس الروسي يعول على استمرار المحادثات مع أوكرانيا. تايلاند تسلط الضوء على أضرار الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا. وثوران بركان جبل والرماد في إندونيسيا يرتفع 10 كيلومترات. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.